السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب سمارت تك لتكنولوجيا المعلومات. النهاردة فيديو لذيذ قوي لمحبي صيانة الموبايل أو للناس اللي نفسها تخوض التجربة دي. طبعا أنا ماليش في الموضوع خالص، ده مش شغلي وخبرتي فيه تكاد تكون ضئيلة جدا، ولكن انا من عادتي بحب ان انا اعمل الحاجة بايدي او الصيانة او الحاجات الالكترونيات الصغيرة دي. بحب جدا ان انا لو فيها مشكلة او محتاجة صيانة او محتاجة تغيير او الكلام ده بحب اخوض التجربة بنفسي. فلو حد حابب يتعلم حاجة معايا النهاردة، الفيديو بتاعي عن الموبايل انفينكس هوت 4 اكس 557. الموبايل ده فيه مشكلة ان هو سوكت الشحن بتاعه بايظ، لما بيوصل على الشاحن بيقعد يفصل ويعلق وما بيشحنش خالص، واخره خالص 1% او 2% لو شحن. فانا النهارده رحت جبت سوكت الشحن بتاعه بمبلغ زهيد جدا يكاد يكون ببلاش، بدل ما اروح لمركز صيانة او الكلام ده كله. هفتح الموبايل، هروح لورشة صيانة الشاشات اللي انا عملت فيها فيديو قبل كده، وهبدأ أفك الموبايل وأفك المسامير بتاعته وأخلع السوكت الشحن القديم ونركب السوكت الشحن الجديد. كل ده هنشوفه معانا في الفيديو لايف على الطبيعة، وهنشوف ازاي بنفك الموبايل وازاي نفك سوكت الشحن وازاي ان احنا نركب سوكت الشحن الجديد، وبإذن الله نخوض التجربة سوا وبإذن الله تنجح. وأي حد حابب يخوض تجربة زي كده، أهم حاجة يكون هو حابب ان هو يعمل كده. تاني حاجة يكون شغله دقيق، لأن الموضوع دون محتاج دقة عالية علشان ما نبوظش حاجة في الموبايل. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل ايه في الموبايل، وياريت تركزوا عشان اللي حابب يتعلم حاجة. يلا بينا. السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا، اخباركم عاملين ايه؟ دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين احنا جينا الورشة وفكينا المسامير بتاعة الموبايل كلها زي ما حضراتكم شايفين بنفس الشكل كده. هنبدأ نفك الكابس بتاع الموبايل نفسه، لان هو بيبقى راكب زي نظام كابس كده قبل المسامير. هنمشي كده بالراحة سنة سنة نفك الكابس من الجناب علشان نبدأ نفك الكفر بتاع الموبايل كله، ونفك الموبايل نقدر نوصل للبوردة نتعامل معاها نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. بدأت تفك معايا شوية. بنفس الشكل ده كده. طبعا نخلي بالنا عشان في فلاتة واصلة، تقريبا الفلاتة دي بتاعت مستشعر البصمة، الفلاتة واصلة ما بين مستشعر البصمة وما بين البوردة، فبالراحة خالص لأن الفلاتات دي بتبقى ضعيفة جدا. هي راكبة زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى زي نظام شوكة كده صغيرة، بتبقى برضو راكبة كبسة على البوردة. نبدأ نفكها الأول عشان ما تتقطعش مننا ونقدر إن احنا نتعامل بسلاسة. نجيب الجفت مثلا أو أي حاجة عشان نقدر نفكها. نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده اتفكت معانا. يا ريت نخلي ايدينا تبقى بس دقيقة شوية، لأن الشغلة اللي احنا شغالينها دلوقتي كلها حاجات دقيقة جدا. ده شكل الموبايل اهو بعد ما اتفتح. دي شكل الكاميرا طبعا حضراتكم شايفينها بالظبط، وده الفلاش بتاع الكاميرا اهو ظاهر معانا برضه اهو، وده المكان المستشعر اهو برضه ظاهر بتاع البصمة. ده مكان السيم كارد الأولى، دي السيم كارد التانية. بعد كده في عندنا الأنتنة ليها سلك اهو نازل من الجنب زي ما حضراتكم شايفين اهو، نازل تحت خالص لحد البوردة الصغيرة اللي تحت. ده كده سلك اهو واصل وركب برضو بنظام جاك كده على البوردة اللي تحت. ده بتاع الأنتنة على ما أعتقد، يعني احنا مش متخصصين زي ما قلنا، بس أنا يعني بفضل الله بحاول إن أنا أعمل كل حاجة بإيدي. دي شكل السوكت الشحن اللي بايظ اهو، ده اللي احنا هنغيره النهاردة، وده السوكت الشحن اللي بايظ اللي بيعمل مشاكل معانا. هنبدأ طبعا الأول نفك البوردة الصغيرة دي عشان نقدر نتعامل معاها كويس. عندنا راكب على البوردة دي الأنتنة اللي هي دي، نفكها الأول. خلي شغلنا حساس شوية يا جماعة. كده اتفكت اهي الأنتنة، سلك الأنتنة اتفك من على البوردة. ودي فلاتة تانية راكبة على البوردة، هنحاول نفكها برضه عشان نحرر البوردة معانا
بحيث نقدر ايه نفكها من غير ما نبوظ حاجة. ماسكة شوية هي فكت. بعد كده هنشوف البوردة لو ثابتة بأي شكل من الأشكال، نحاول نتأكد الأول عشان ما نكسرش حاجة وما نبوظش حاجة. في مسمار تحت موجود تحت اهو ماسك البوردة، هكو شايفين اهو. نبدأ نفكه الأول. بعد كده نحاول نطلع البوردة بقى من مكانها. اعتقد كده خلاص مفيش اي حاجة ماسكة البوردة بالموبايل. بعد ما اتأكدنا نمسك البوردة من اي مكان، وليكن من سوكت الشحن كده كده بايظ فمش فارق معانا لو حصل فيه حاجة. نحاول نلحلحها كده، هي تقريبا ماسكة بدبل فيس من تحت وده اللي مخليها ماسكة شوية. من مكان تاني كده نحاول نفكها. بدأت تفك معانا اهي. تمام كده دي البوردة الصغيرة اللي وصل عليها سوكت الشحن، وفيها طبعا المايك وفيها شوية حاجات كده. احنا اللي يهمنا سوكت الشحن حضراتكم شايفينه، ده هو ده اللي بايظ، ده اللي فيه المشكلة من جوه اللي بيخلي الموبايل يعلق وما يشحنش معانا. نخش بقى المرحلة اللي بعد كده اللي هو هنبدأ نسخن على السوكت الشحن. هو دي سوكت الشحن الجديد اهو احنا هنركبه بدل سوكت الشحن اللي بايظ. المرحلة اللي جاية هنبدأ نسخن على الهوت اير اللي على سوكت الشحن بالهوت اير. طبعا انا مش دقيق اوي في الهوت اير، فاللي هيساعدني باشمهندس اسامة طبعا في فك سوكت الشحن عشان نبدأ نركب سوكت الشحن ايه الجديد. نتفضل مشكورا، مهندس اسامة هيشاركنا في الموضوع ده دلوقتي. باشمهندس اسامة بيساعدنا نفك السوكت عن طريق الهوت اير. طبعا نخلي بالنا برضو من درجة حرارة الهوت اير والقرب الهوت اير من البوردة واحنا بنفك. كل دي فنيات لازم ناخد بالنا منها، لان البوردة الصغيرة دي فيها مايك وفيها حاجات كتير ممكن ان هي تبوظ، بس طبعا احنا واثقين في باشمهندس اسامة ان شاء الله مش هيبوظ اي حاجة. طبعا الرجول بتاعة السوكت علشان دقيقة شوية ورفيعة جدا كده، حاجات دقيقة، فبيبقى من الصعب ان احنا نفك حاجة زي كده بمكوة اللحام. فطبعا بنلجأ للهوت اير بحيث ان هو يفك معانا الازير اللي ماسك السوكت بدون ما نبوظ حاجة. دي ألفونيا باشمهندس اسامة بحطها بحيث تساعد على التسخين وتساعد على فصل الازير من على البورد عشان يبدأ السوكت يتفك معانا. بدأت تفك شوية. تمام كده فكينا سوكت الشحن القديم. هنبدأ بقى نجيب سوكت الشحن الجديد وهنمشي الأول على البوردة كده بفرشة تيمر بحيث نهدي الحرارة اللي على البوردة. نجيب فرشة تيمر كده الأول. ده شكل البوردة بعد ما فكينا سوكت الشحن اهو، وهنمشي بفرشة تيمر كده بحيث نهدي الحرارة وفي نفس الوقت عملية تنظيف قبل ما نفضي المكان بتاع الرجول بتاع السوكت الجديد. ده السوكت الجديد اهو.
تمام كده. بس في فاضل خطوة واحدة بس قبل التركيب، ان مكان الرجول بتاعة السوكت القديم الأزير لسه سادت فيها. المفروض ان هي بتبقى مكان الرجل بتبقى فيه فتحة صغيرة بيدخل فيها رجل السوكت الجديد اللي احنا هنركبه. فالأزير عشان قافل هنبدأ بالشفاط نسحب الأزير، يعني هيسخن بالمكوى الباشمهندس، وهنبدأ نسحب الأزير بالشفاط بحيث نفضي المكان بتاعة الرجل بتاعة السوكت الجديد عشان نقدر نركبه. نبدأ نسرع الصورة شوية. تمام كده احنا فضينا مكان الرجول بتاعة السوكت الجديد، ركبناه بشكل سليم. طبعا ركب مكانه كويس. تمام. نبدأ نديله سنة تزيير على الرجول من باب التأمين بس، وان هو يبقى ماسك كويس ما يفكش مننا مع الاستخدام. ده شكل السوكت اهو يا جماعة بعد ما ركب بشكل احترافي بدون الحاجة ان احنا نودي الموبايل لأي مركز صيانة او الكلام ده. كل واحد حابب ان هو يحابب موضوع ان هو يخش في صيانة حاجة او الكلام ده وهاوي الموضوع، لو اتفرج على كذا فيديو زي كده ودخل في الموضوع بنفسه. الموضوع سهل جدا ولكن محتاج بس دقة وتركيز. ندي تسخينة خفيفة كده على السوكت الجديد بحيث الرجول المستشعرات بتاعته تبدأ تربط معانا على البوردة بشكل كويس.
تمام كده يا جماعة، احنا كده خلصنا والبوردة ركب عليها سلوكة الشحن وجاهزة للتقفيل والتركيب والتجربة ان شاء الله تبقى ناجحة. نبدأ نرجع البوردة مكانها، نوسع بقى سلك الانتنة ونوسع الفلاتة، نسقط البوردة مكانها كده بالظبط، نديها ضغطة خفيفة لأن هي كان تحتها دبل فيس فهتبدأ تلزق معانا شوية. بعد كده نبدأ نوصل سلك الانتنة تاني على البوردة بعد ما نربط المسمار بتاعنا عشان البوردة تبقى ثابتة معانا واحنا شغالين. تمام كده البوردة ثبتت معانا، نبدأ بقى نثبت سلك الانتنة. وقرر تاني يا جماعة، لو بنجرب في حاجة زي كده لازم يبقى شغلنا دقيق جدا، لأن الحاجات دي دقيقة والغلطة فيها بحساب. يعني لو احنا فكين عشان نغير سوكت شحن وبوظنا حاجة تانية يبقى احنا كده موفرناش ولا عملنا حاجة صح. تمام، ركبنا سوكت الشحن وركبنا الفلاتة التانية بتاعتنا، هنبدأ نركب الفلاتة بتاعة مستشعر البصمة عشان نبدأ نقفل الموبايل بتاعنا. تمام، ركبنا الفلاتة بتاعة المستشعر، نبدأ نقفل بقى الموبايل نظام الكبس بتاعه تاني، ونراعي أي حاجة لو انت نسيت مثلا فلاتة في وضع غير وضعها الطبيعي أو زرار الباور أو زرار الصوت، الكلام ده ساعات بيبقى يتحرك من مكانه بعد الفك، فلما نيجي نقفل الموبايل تاني بالكبس بتاعه ده نراعي الحاجات دي عشان ما نكسرش حاجة ولا نقطع حاجة ولا نبوظ حاجة. تمام كده خلصنا، تقفل الموبايل تمام كويس بدون اي مشاكل. نبدأ نقفل المسامير بتاعتنا، نرجع الكفر بتاع البطارية تاني، نقفل المسامير.
والله يا جماعة موبايل انفينكس هوت 4 اكس 557. بس يا جماعة قفلنا الموبايل، نبدأ نعمل التجربة بتاعتنا. تمام، الموبايل بيشحن معانا بدون أي مشاكل، علامة الشحن ظاهرة معانا اهي في الشاشة. زي ما حضراتكم شايفين شغال معانا شحن من غير أي مشكلة. بينتهي الفيديو بتاعنا لحد كده النهاردة. يا رب ما كنت طولت عليكم، ولكن انا بنصح كل حد يكون حابب بس اولا ان هو يخوض تجارب زي كده، يكون بس حابب. رقم واحد. رقم اتنين، يبقى دقيق جدا في شغله. الموضوع سهل وبسيط، محتاج بس حب وجرأة ودقة، مش اكتر من كده. انا دلوقتي غيرت سوكت الشحن بتاع الموبايل انفينكس هوت 4 اكس 557 بفضل الله من غير اي مشاكل. ما حصلتش معانا اي مشاكل، واشتغل معانا الموبايل والشحن ما فيش اي مشكلة فيه، ورجع تاني الموبايل طبيعي يشحن بدون اي مشاكل. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده النهاردة، وما تنسوش طبعا لايك وشير كتير. وبالنسبة لقناة اليوتيوب ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب، علشان الكلام ده بيدعمنا جدا ان احنا نكمل. لو في استفسار في اي حاجة يا ريت تبعتولنا الكومنتات بتاعتكم، وان شاء الله بنرد عليكم في اسرع وقت. والسلام عليكم.